يا ترى يا كابتني كل المسكات بتاع تمرين الظهر او السحب العالي دي لازمتها ايه؟ انزل تحت وانا اقول لك يا كابتني. انزل لي تحت يا كابتني. ايوه كده. بص يا سيدي، هقول لك قاعده مهمه جدا وقاعده ذهبيه علشان تتاكد ان عضلات اللاتس بتاعتك شغاله كويس. عضلات اللاتس بتاعتك بتشتغل لما الكوع بتاعك يكون 90 او لجوه شويه كده، وبتسحب لتحت لحد مستوى الجذع. لو مسكت اي مسكه من دول خلت كوعك طالع لبره وبتسحب لورا، يبقى انت كده بتشتغل اكتر ابر باك. خلينا متفقين على حاجه مهمه جدا، كل تمارين الظهر بتشغل الظهر بشكل عام، لكن في تمارين بتركز على الياف عضليه وتمارين تانية بتركز على حاجات مختلفه. فمثلا لما تمسك المسكه بتاعه السحب العالي الضيقه وكوعك يبقى قدام جسمك وبتسحب كده كده، اللاتس بتاعتك شغاله جدا. لكن لما بترجع لورا وبتسحب لورا كده كده الظهر بتاعك اللي اشتغل اصلا. وانا واقف دلوقتي لو انا سحبت كده اللاتس اشتغلت، لكن لو سحبت كده الظهر من النص اشتغل. فاعمل حسابك كل ما كوعك يكون لبره وبتسحب لتحت، كل ما ظهرك من النص هو اللي بيكون شغال، وكل ما كوعك بيكون جنب جسمك وبتسحب كده لقدامك، كل ما اللاتس اكتر بتكون شغاله. عايز يكون عندك جلاحات خلي اللاتس هي اللي شغاله، عايز ظهرك يكون سميك خلي الابر باك هو اللي يكون شغال. والذكاء اللي انت تعمل حاجتين، اللي انت تنوع ما بين التمارين، وتاني حاجه اللي انت تسيب لي متابعه دلوقتي عشان تشوف الفيديوهات دي كتير، واهم حاجه تعمل شير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد. عندك سؤال في اي حاجه سيبه لي في الكومنت او في المسج، وما تنساش كلمه السر يا متين يا رب.